السلام عليكم، مساء الخير. بنفس هذا التصميم رفرف العلم السعودي منذ الدولة السعودية الأولى، وكانت تسمى فيه إمارة الدرعية ما بين 1750. ومع بداية رحلة الملك الموحد لنجد والسيطرة عليها، اعتمد الملك المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله العلم السعودي، حيث أزال الهلال واستبدله بكلمة لا إله إلا الله على علم أخضر كامل، وكتابة الشهادة بالخط الأبيض مع وجود مساحة بيضاء على يسار العلم، وهو ما يعرف بعلم إمارة نجد منذ دخول الرياض عام 1902 حتى عام 1921. خلال رحلة الملك عبد العزيز ضم العديد من المقاطعات، وأصبحت تعرف بمملكة نجد منذ عام 1921 حتى 1926. تم تغيير العلم، وأصبحت كلمة لا إله إلا الله كبيرة على المساحة الخضراء، وأصبح الجزء الأبيض الطولي يمين العلم، كما أضيف السيف الأبيض أسفل كلمة توحيد. في المرحلة الرابعة للعلم السعودي تم فيها إزالة السيف، وأصبحت الراية الخضراء محاطة بلون أبيض تتوسطها كلمة التوحيد، حيث رفعت هذه الراية منذ عام 1926 حتى 1932 تحت اسم مملكة نجد والحجاز. أما المرحلة الخامسة والمهمة في تاريخ العلم السعودي بدأت منذ إعلان تأسيس المملكة العربية السعودية في عام 1932، حيث أصبح العلم أخضر بالكامل، كتبت عليه كلمة التوحيد بشكل كامل باللون الأبيض، أسفل كلمة التوحيد السيف الأبيض، حيث يكون السيف نهايته مع بداية كلمة التوحيد، يعني عكس اللي فوق قبل. وكانت المرحلة السادسة والأخيرة للعلم السعودي في عهد الملك فيصل عام 1973 على يد حافظ وهبة الذي صممه من قبل، وأدخل عليه بعض التعديلات البسيطة في مقاسات العلم وكلمة التوحيد، كما غير بداية ونهاية السيف الأبيض، حيث أصبح المقبض أسفل بداية كلمة التوحيد وينتهي بنهايتها نحو السارية، كناية عن انتهاء القتال، وأصبح رمزا للقوة. صمم العلم مستطيل الشكل، عرضه يساوي ثلثي طوله، أرضيته خضراء، تتوسطه عبارة لا إله إلا الله محمد رسول الله بخط الثوب، وتحته سيف عربي تتجه قبضته إلى سارية العلم. الله يحفظ لنا علمنا، ويحفظ لنا المملكة، ويحفظ لنا كل ديار المسلمين.